Du bara slav bilani برزخ شو است. أنا قلت يعني قبل الفاصلة هناك أحكام لا يمكن أن فصل عن الدين، الأحكام الثابتة. كيف يعني تبنى فكرتك على أن يمكن أن فصل الأحكام شريعة الإسلام مثلا عن الدين، وبقيت علاقة الإنسان بالله فقط حب لله أو أي العادات الدينية مثلا؟ بالنسبة لي ثابتة، عد من ثابتة؟ عد الفقهاء. حتى لو قلنا جميع الفقهاء من أول الإسلام لحد الآن كانوا يقولون مثلا بحكم معين قتل المرتد. هل إجماع هذا أساسا لا دليل على حجة الإجماع. من قال أن إجماع العلماء 1000 سنة هو حجة علينا؟ الآن مثلا في ذاك الزمان قبل مثلا عصر النهضة إجماع الفلاسفة والعلماء الدين وكل العلماء أنه الأرض ساكنة. إجا كوبرنيكوس قال أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، وغاليلو أيضا. فثبت أنه رأي كوبرنيكوس وغاليلو هو الصحيح. فإذن إجماع ما لا صحة، يمكن الإجماع على وهم. فإذن ما عندنا هذه القضايا. كيف نعرف أنه هذا ثابت وما يجب أن خطوط حمراء مثل ما تسميه؟ الفقهاء قالوا خطوط حمراء. الفقهاء مو حجة علينا حتى لو أجمعوا. ما هو المعيار للحجية؟ يعني إجماع 1000 عالم أنه يجب أن أتبعهم. الإجماع كان ولا زال سبب مهم لتجميد العقل الإسلامي. فما هو دور الدين إذا يعني فصل الأحكام؟ ملاحظة آخر، الضرورات، يقولون ضرورات الإسلام هي ضرورات أساسا مختلف بها. ما هو الضروري؟ ما هو المعنى؟ ومن يشخص أنه هذا ضروري من ضرورات الدين اللي لا يجب مخالفته وهذا غير ضروري؟ هذا الفقهاء. الفقهاء هم يقولون أنه فكر بشري، فنحن أيضا فكر بشري. فما عندنا شيء مقدس في الفكر الديني. لكن الفقهاء يعني بس إذا أنت ملاحظة، الفقهاء نستلم المعارف من الله بطريقة الوحي. يعني الفقهاء يستلمون؟ لا، هو فقط النبي استلم الوحي. لا، على قرآن. يعني القرآن طبعا استنبطوا يعني خليط مع فكرهم البشري. يعني كل مفسر، ليش الآن مفسر ما التفسير عندنا تفسير صوفي، تفسير شيعي، تفسير سني، كل التفاسير مخلوطة مع مسبوقات فكرية للمفسر. مستحيل إنسان يجي ذهنه صافي من المعلومات اللغوية، من المعلومات الاجتماعية، الثقافة الدينية، هذه كلها تأثر في تفسير النص. فإذن كل التفاسير بشرية، فإذن كل الأحكام المستنبطة هي بشرية. فخطأ نقول هذا حكم الله. هم الفقهاء نفسهم يقولون يمكن هذا خطأ، هذا اجتهادي، يمكن يطابق الواقع أو ما يطابق الواقع. فهذا إذن مو حجة علينا كلام. الحجة فقط النص، والنص لا يمكن إلا مع تفسير، لا يمكن فهم النص إلا مع تفسير. أنا إذا أفسر النص هو أيضا فهم بشري. حتى النص هو مقدس، لكنه التفسير واستنباط الأحكام والمعارف من كلها بشرية. فإذا كلها المعارف البشرية، الدين كلها بشرية وكلها تحتمل التغيير. يعني ما عندنا فهم مقدس، لأنه فهم المقدس هي فهم العلماء، والعلماء يخطئون ويصيبون. ما عندنا عالم يقول أنا معصوم وأنا مستقيم مباشرة أخذ العلوم من الله. فالمشكلة احنا الآن السؤال اللي طرحته أخيرا أنه إذن ماذا يبقى من الدين إذا كل الأحكام متغيرة؟ يبقى من الدين جوهر الدين. الآن هذه معارف الفقهاء للأسف صوروا للناس أن هاي المعارف الدين والأحكام هي الدين. فصار الإنسان المعاصر خصوصا المثقفين يعيشون أزمة، يعملون بالله الأحكام المعارف، يصيرون ماضويين وتقليديين، ويصير إرهاب ويصير جزمية ورفض الآخر. أما الحفاظ على جوهر الدين هو الإيمان. كل الأنبياء نادوا بالإيمان.
النبي في مكة كان يقول قولوا لا لا تفلحوا، الإيمان بالله هذا جوهر الدين. لما انتقل المدينة صار مفروض عليه أن يشكل دولة، مفروض عليه يشكل جيش، مفروض عليه أن يجيب أحكام يسألوه. فهذه إذن أحكام متغيرة كانت تتلائم مع ذلك الزمان. الفقهاء اللي ما أقول كلهم خطأ، أكثرهم صحيح، لكنه كان فكرهم يتلائم مع ثقافة ذاك الزمان. من 100 سنة أو 150 سنة إلى الآن بدأت المجتمعات الإسلامية تتغير، الحداثة بدأت تدخل، العولمة، حقوق الإنسان، بدأ الإنسان المسلم في العصر الحديث يطلع على ثقافات جديدة أفضل من الثقافة القديمة. لكن في الشريعة الإسلامية أكو مثلا محور اقتصادي، محور أخلاقي، محور القضاء. صحيح، وكان في ذلك الزمان أفضل من القضاء الروم أو الفورس الموجود. الشريعة الإسلامية من محاسنها وامتيازاتها جابت أحكام عقلانية، يعني الناس المسلمين فهموا منها ليش قبلوها، ليش تقبلوا الإسلام بسرعة، يعني كان معقول عندهم. بخلاف المسيحية، شوف المسيحية أساسها غير عقلاني، يعني رأسا يقولون هذا المسيح ابن الله، هذا العقل ما يتقبله. أو يقولون الأقانيم الثلاثة، الله ثلاث أوجه عنده. ما أحب أدخل، بس الكنيسة هي روح القدس، أحكام اللي صارت من الكنيسة هي أحكام إلهية. فهذه رأسا تولد دغمائية وتولد تعبد. الإسلام طبعا هو من أول يقول أنا بشر، النبي يقول أنا بشر مثلكم. فأنت أشياء عقلانية، حتى الأحكام اللي شوف توالم ذاك الزمان، مثل الغزو كان يوالم ذاك الزمان، أيد الإسلام. فإذن الإسلام جاب أحكام عقلانية في ذلك الزمان بقياسا للنظم اللي كانت موجودة. الآن عقلانية موجودة في العصر الحديث تغيرت. الآن فتاوى العلماء غير عقلانية، يعني غير عقلانية أنه المرأة مثلا المتزوجة نرجمها بالحجارة. الآن الإنسان يصير متوحش، يعني هذا حكم وحشي. أو إذا الأسير نقتله أو نسترق الأسير. إذن أول تمييز بين المرأة والرجل في حق الإرث والشهادة، هذه الآن ما توافق عقلانية هذا الزمان. احنا للأسف يعني الفقهاء كثير منهم يقول احنا بين الحكم الشرعي ما علينا، الناس يتقبلون وما يتقبلون. الآن ما يمكن هالكلام، لأن الآن إذا الناس ما يتقبلون راح يرفضون الدين كله، يقول الدين هذا خرافي. احنا نريد نحافظ على جوهر الدين، الدين ضروري، لكن هذه قشور يمكن نتغيرها، مثل ما هو القرآن غير في الناسخ والمنسوخ، عشرات الأحكام غير. أيضا الآن يمكن نحافظ على جوهر الدين، هو الأصل، هو هدف رجال الدين، لازم يغرسون الإيمان والحب في قلوب الناس. الآن مع الأسف الفقهاء والمتدينين عاشوا الدين ممسوخ، ولهذا صار عندنا إرهاب وقتل باسم الله وباسم الدين. هذا الدين الموجود، الدين التقليدي، الآن مسخ الإنسان صار متدين، صار ممسوخ. يعني كل إنسان متدين هو يستبطن إرهاب في داخله، يعني ما يعترف بالآخر، وإذا يعترف بالآخر على أساس أنه متسامح معه، يعني مجبور يعيش وياه، الشيعي لكن يعني ويا السني أو المسيحي. لكن الكثير يعني يقولون بأن هذا ليس الإسلام الأصلي. الإسلام يعني ما عندنا الإيمان بالحرية بالديمقراطية. هذه قراءة، ما عندنا إسلام أصلي. أنا أقول حتى الإرهاب، حتى القاعدة هي رؤية من الإسلام. لا أقول إسلام باطل، هو قرأوا أكثرهم الطالبان شنو؟ رجال دين، طلبة علوم دينية يسمون طالبان في باكستان وفي أفغانستان، كلهم طلبة علوم دينية تخرجوا من المدارس الدينية. فما أقول لهم أنتوا دينكم باطل، لا، أنتوا رؤيتكم، استخراجكم النصوص، فهمكم للنصوص يجب أن تتطور حتى يتوالى مع أحد، حتى نحفظ الدين. الآن هاي القراءة القديمة اللي نسميها أرثوذكسية أو قراءة تقليدية أو سلفية، هذه الآن ما تتوالم مع متطلبات الإنسان في العصر الحديث. إذا نغيرها يعني ما راح نغير الدين، الدين يبقى هو جوهر الدين، هو الحب، حب لله، يعني الإيمان بالله وإيمان بحقوق الإنسان والخير للناس، هو هذا الأصل، الأخلاق والقيم الأخلاقية على مستوى المجتمع.
هذا يحفظ الدين في قلوب الشباب أكثر من القراءة القديمة. فإحنا في أمام أمرين: إما الشباب الآن مثقفين ملايين خريجين المدارس والجامعات، والآن بركات الإنترنت والفضائيات بدأت العقلانية المسلمة بدأت تتحرك، بدأت تنقد التراث. فإذا قلنا هذه المسائل الأحكام هي أصل الدين، فذول الشباب كلهم نشوف ظاهرة الإلحاد، ظاهرة أنه اللادينية متفشية. ذول رجال الدين وفقهاء يقولون ذول الشباب مثلا هم يدورون أهواء ويدورون مثلا جنس وخمر. لا، وهذا مو صحيح. الشباب يحب المعنوية، يحب الإنسانية أكثر من الشيوخ وكبار السن، العواطف اللي عند الشباب. إذن هي مو الشباب خرجوا من الدين، أنتوا بخطابكم القديم أخرجتم الشباب من الدين. يعني أنتوا جاي تدفعون الشباب أن يخرجوا من الدين. إحنا جايين نجذب الشباب، نقول هاي الأحكام متعلقة بذاك الزمان، هاي الفكر اللي يتغير. الفكر الديني مو مقدس، أصل الدين مقدس: ارتباط بالله، وجود الله، الحب، العلاقة، التوكل على الله، تفويض الأمر إليه، الإنسان يعيش حياة بهجة ومعنوية. هذا أصل الدين. أنتوا ليش تخلون القشر بدل اللب؟ حتى اللب إذا ما توالم واحد، اللب يتوالم، القشر إذا ما توالم واحد يغيره، مثل ما واحد يغير ملابسه. في الصيف كان يلبس ملابس، في الشتاء يلبس ملابس أخرى. شنو المانع؟ هو الجوهر محفوظ، هو إنسان. الأحكام مثل ملابس. الجماعة يقولون الإسلام مدى تولد طفل، نصور الإسلام كطفل كان عنده ملابس في الدشداشة أو ثوب. الآن بعد أن كبر يظل محتفظ، إلا ألبس هاي الدشداشة وهذا الثوب اللي كنت ألبسه في الصغر. الآن هذا الثوب ما يتوالم مع الإنسان الكبير، يجب أن يرفضه، مقتضى العقل يجب أن يرفضه، حتى نجمع بين عقلانية والحداثة ومع الدين. يعني كلها ضرورية. ما يصير أنه نقول لا العقلانية ما نريدها وكذا، ما نريدها حقوق الإنسان ما نريدها، فقط النصوص أيضا هي تقول لك أنا ما تقدر تفسرني إلا بالاعتماد على العلوم الجديدة، علوم الأنسنة، علوم النفس، علوم الاجتماع. أي الآن في تفسير القرآن وتفسير النصوص يجب أن نعتمد على المباحث الجديدة. يعني شنو مثلا نقول احنا نعرض عن المعارف الجديدة ونفسر القرآن أنه الأرض هي ساكنة. مثلا الأرض، إذا الأرض بسطت، في القرآن آيات صريحة: ألم يرضوا إلى الإبل كيف خلقت والأرض كيف سطحت. يقول الأرض مسطحة. الآن يجب أن نقتبس من العلوم الجديدة، فحتى بعد ذلك نجي للنص، مو رأسا نجي للنص. هذا خطأ. بعض العلماء يقول احنا لازم نجي بذهن صافي رأسا نجي للنص ونستنبط. مستحيل يصير. يجب أن يصير عندنا إلمام بالعلوم الجديدة مثل حقوق الإنسان، علوم الفيزياء، الكيمياء، كلها. والطب نجي الآن للقرآن، ذاك الوقت تكون تفسيرنا معقول ومنطقي، وذاك الوقت نقدر نحتفظ بقداسة القرآن ونقدر نحتفظ بقداسة الدين، فنقدر نغرس الدين في قلوب الشباب والناس. ليه يبتعدون عن الدين؟ الدين اللي بعدهم عنه هذا الأحكام بالنسبة للمرأة، الطلاق مثلا بيد الرجل. أنا قبل أيام خابرتني وحدة من أمريكا، زوجها بالعراق، هي سنتين في أمريكا، ما يرضى يطلقها. لا هو مثلا يعيش وياها، ولا كل المشايخ يقول لا لازم هو يرضى. فما يمكن إدارة أول إنسان يأخذ 4 الرجل مثلا، وطلاق بيده، والإرث مثلا حق بعض الزوجة ثم تأخذ، فما توالم عدالة هذا الزمان. فإذا إذا نريد نحبب الدين مثل ما انطلق الدين، كان دين واقعي وكان دين عقلاني، مثل ما قلت لك أنه الإسلام بامتياز على المسيحية، هو دين عقلاني. من أول ما جاء قال الله 3 أقانيم وأنا ابن الله وأنا كذا. فالعلاقة في الإسلام امتياز بها علاقة ثنائية، الإنسان والله. في الكنيسة علاقة ثلاثية، الإنسان والكنيسة والله.
هذه الكنيسة تمثل روح القدس، وكل ما يطلع من الكنيسة ويصدر من الكنيسة هو معصوم، الكنيسة معصومة وتمثل روح القدس. هذا سبب جمود وانغلاق الفكر، إلا بعد أن العلماء النهضة ثاروا على الكنيسة. أما الآن الحمد لله عندنا بالإسلام ما عندنا فهم مقدس، هذا فد شيء امتياز للإسلام، يجب أن نأخذ من نظر الاعتبار أنه الإسلام علاقة ثنائية. ما قال أكو كنيسة أو أكو علماء دين هم الناطقون باسم الله، لا، هو العلماء ما يقولون هذا الكلام، ما يقولون نحن كلامنا معصوم أنه ينطق، لا. ولهذا نشوف اختلاف بالفتاوى، اختلاف بالعقائد. لكن هم مثلا عندنا الأحزاب السياسية الإسلامية يؤمنون بالديمقراطية ويشاركون في الحكومة وبالانتخابات، حتى الحكومة مثلا العراقية متعددة يعني. صحيح. هذه بعضهم يعني الإسلام بها المجال واسع، يعني ليس إلا يعني جامد في أحسنت. موقع واحد أو هذه الرؤية حلوة يعني من الأحزاب الإسلامية. لأنه فرق قبل سنوات كانوا يقولون الإسلام ضد الديمقراطية، علماءنا قبل مثلا 50 سنة كانوا يقولون الإسلام ضد الديمقراطية وضد حقوق الإنسان، ما كانوا يقبلون. الآن قبلوا تحت ضغط الواقع، شافوا هذا أفضل وغير حل ما إلا حكومة مستبدة، حكومة فردية أو ديمقراطية. الآن كل العالم، عقلاء العالم يقولون الديمقراطية أفضل. لكن هذا يعني الإسلام الإيمان بالديمقراطية بالحرية؟ لا، بالأصل مو هذا ذولا لا إكراه في الدين مثلا. لا، ذولا لكم دينكم ولي لما دين. يؤمنون بالديمقراطية يؤمنون بها كوسيلة وآلية. إذا يحكمون يصيرون حكومة دينية. الحكومة الدينية إذا قلنا أنا أيد الإسلام مع الديمقراطية، لكن ليس من منطلقات الإسلاميين. الإسلاميين يقولون الأصل هو الدين، هو الأحكام، بس كوسيلة ناخذ السلطة، وإذا توفرت الظروف نطبق الأحكام الشرعية. يعني بعدهم يؤمنون بالأحكام الشرعية. أما أنا أقول لا، إذا قلنا أن الدين هو جوهر الدين هو حب الخير للناس والإيمان بالله، الأحكام يعني الشرعية متغيرة. فإذا الآن المباني الديمقراطية ليست هي فقط آلية في المنهج للوصول إلى السلطة مثل ما يقولون الإسلاميين. الديمقراطية مرتبطة مع المنظومة، مع العلمانية، مع حقوق الإنسان، مع المساواة، كلها ترتبط منظومة واحدة، لو سلة واحدة، لو نقبلها كلها لو نرفضها كلها. ذول الإسلاميين يأخذون فقط الديمقراطية حتى لأنه مصلحتهم حتى يوصلون للسلطة، وبعدين الديمقراطية مع العلمانية، مع المساواة، مع حقوق المواطنة. ذن شو يسوون بهم؟ السؤال آخر، كيف ترى هذا البرنامج يعني؟ والله أنا مسرور جدا أنا أشوف التوجه حلو من قناتكم الموقرة، وفي خصوصا في يقولون بعض ما انها ضد الدين، ويقولون آخر انها عكس. لا بالعكس، أنا أعتقد هذا الحوار وهذا فتح هاي الأبواب المغلقة وكسر الأقفال وخلي العقلانية تتحرك، هذا دعم الدين. العقلانية ذات تطورت، الإنسان يشوف الدين بمنظار حلو، يشوف الله بمنظار حلو. إذا دائما القرآن يقول لعلكم تعقلون كذا، دائما موجود، لأنه الإنسان اللي مغلق عقله حتى دينه هم إذا يصير مغلق، دينه يصير جامد ودينه يصير ممسوخ. حتى الإمام علي يقول في نهج البلاغة أو في غرر الحكم، في غرر الحكم في كلمات القصار، أنه لا يصلح الدين إلا العقل. يعني الدين إذا صار عنده آفة، صار مشكلة في الدين، كيف نصلح الدين؟ بالعقل العقائد والنبوة والله كلها نثبتها بالعقل، وحقوق الإنسان بالعقل. ذاك الوقت نجري الدين، يطلع الدين حلو. هذا برنامجكم يقوي العقلانية، إذن هو يقوي الدين. نشكرك لأجوبة بعض الأسئلة، ونناقش الحلقات القادمة أكثر. أهلا وسهلا، مرحبا. بإذن الله نؤذن خوش دهاتنا كوتايا مالقيمان تعلقي شتر بخواتنا سفرين خواتنا لقب.